ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده معانا قصة واحدة من اغرب واقوى الشخصيات في تاريخ الالعاب. شخصية ناس كتير شايفاها مجرد مجنون، وفي ناس تانية شايفاها عبقري، لكن السؤال الحقيقي هو: هل تريفر فيليبس مجنون فعلا ولا في سبب خلاه يبقى بالشخصية دي؟ في الفيديو ده نرجع لبداية حياته من وهو طفل صغير، وهنشوف كل الأحداث اللي مر بيها وإزاي حياته اتحولت لحد ما بقى أخطر واحد في عالم GTA 5. وفي الآخر هنحاول نجاوب على السؤال اللي محير لاعبين: هل تريفر مريض نفسي فعلا ولا الظروف هي اللي صنعته؟ لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تدوس لايك، تشترك في القناة لو لسه جديد، يلا بينا نبدا القصه. بس قبل ما نخش في قصه تريفر تعالوا نرجع بسرعه لقصه GTA 5، عشان من غيرها هتلاقوا تريفر بيعمل حاجات ملهاش اي تفسير، مع ان بصراحه حتى بعد ما نشرحها برضه نص تصرفاته ملهاش تفسير. القصة بتبدأ في مدينة اسمها لودندورف، وما تسألنيش هي فين عشان أنا جاي أحكي قصة مش هشرح جغرافيا. بنشوف عصابة مكونة من مايكل، تريفر وبراد بيسرقوا بنك، وبعد ما بيهربوا بعربيتهم قطر بكل احترام قرر يمسي عليهم ويقول لهم صباح الخير، ويحول العربية الخردة بمعنى الحرف. التلاتة بينزلوا ويجروا عشان يوصلوا للهليكوبتر، لكن فجأة بيظهر سنايبر كان مستنيهم من بدري وبيسيب براد بعدها مايكل. تريفر يحاول يقنع مايكل يقوم ويهرب معاه، لكن مايكل يرفض ويقول له امشي انت. بالرغم من انه كان صعب عليه، تريفر بيهرب وهو فاكر ان صحابه ماتوا والفلوس بتفضل مع مايكل. بعد 9 سنين بنكتشف ان الصدمة الحقيقية هي ان مايكل كان عامل اتفاق سري مع عميل في الاف اي بي، اللي هي النسخة الجتوية من الاف بي اي يعني. الخطة كانت ان مايكل يختفي ويبدأ حياة جديدة، وبرادي يتسجن وتريفر يموت والعميل ياخد ترقية. لكن الخطة ما تنفذتش بشكل صحيح، وبعد فترة مايكل بيقع في أزمة مالية كبيرة، ولما يحتار يعمل اكيد انه يسرق تاني. بيروح لصاحبه ليستر والاتنين يقرروا يسرقوا محل مجوهرات. مايكل يجمع فريق والعملية تنجح، وبكده يقدر يحل ازمته، لكنه في نفس الوقت عمل اكبر غلطة في حياته من غير ما يكون عارف. لكن الغلطة الكبيرة بقى ان تريفر شاف في الاخبار ان الشخص اللي سرق محل مجوهرات هو مايكل. ولو انت دلوقتي تايه ومش فاهم حاجة، فانصحك تشوف فيديو قصة GTA 5 الاول، لان هناك شارح كل الاحداث بالتفصيل، اما هنا احنا مركزين على تريفر بس. المهم، تريفر بيعرف مكان مايكل ويروح يقابله، وفي الاول جو كان هقتلك، وبعد 5 دقايق بقى وحشتني يا صاحبي والكلام العبيط ده. واثناء كلامهم بيكتشفوا ان تريسي بنت مايكل اختفت، لكن جيمي ابن مايكل بكل هدوء يفضحها ويقول انها راحت برنامج مواهب عشان ترقص، فيلحقوها وينقذوها، وبيرجع مايكل وتريفر اصحاب من جديد، او على الاقل ده اللي كنا فاكرينه، لحد ما بيجي اخر فصل في القصه والسؤال اللي فضل ياكل دماغ تريفر: لو مايكل عايش امال مين اللي مدفون في قبره؟ اي حد ممكن يقول يا عم سيب القبر ده في حاله، لكن تريفر لا، الراجل لازم يعرف الحقيقه. فبيرجع لمدينه لودندورف ويفتح القبر ويلاقي جثة براد مدفونة مكان مايكل. في اللحظة دي تريفر بيفهم كل حاجة، بيعرف ان مايكل خدعه للمرة التانية، الاولى لما خلاه يصدق انه مات، والتانية لما خلاه يصدق ان براد كان عايش في السجن، بينما الحقيقة انه كان ميت ومدفون طول السنين دي. لكن المشاكل لسه ما خلصتش. عامل الاف اي بي بيطلب من فرانكلين يقتل تريفر، وفي نفس الوقت رجل الاعمال ديفن ويستون بيقول له يقتل مايكل. يعني الراجل بقى مطلوب منه يختار انهي صاحب يخونه، قرار الطف شويه من انك تختار هتاكل كشري ولا بيتزا. المهم فرانكلين يحتار، فيروح لليستر يدور على حل، وليستر كالعاده بدماغه شغاله اكتر من كمبيوتر ناسا، فاقترح عليهم بدل ما يقتلوا بعض يخلصوا على كل الناس اللي حطوهم في الورطه من الاساس. فعلا فرانكلين، مايكل وتريفر بيتحدوا من جديد ويصفوا كل اعدائهم واحد ورا الثاني، وبكده تنتهي احداث GTA 5. لكن بالنسبه لتريفر دي كانت مجرد بدايه قصته مش نهايتها، عشان لسه هنحكي دلوقتي عن طفولته. نرجع بقى لبداية الحكاية.
تريفر اتولد واتربى في كندا غالبا في أواخر سنة 1967 أو بداية سنة 1968، لكن من أول يوم تقريبا حياته كانت بعيدة عن كل البعد عن أي حاجة اسمها طفولة طبيعية. أبوه وأمه كانوا معيشين حياة مليانة مشاكل، لكن الشخص اللي سبب أكبر أثر في نفسيته كانت أمه بسبب معاملتها القاسية. وتريفر بدأ يكبر وهو شخص معقد نفسيا وعصبي ومش متزن خالص. كان ده مش كفاية على تريفر، كان عنده أخ اسمه رايان لكنه مات وهو لسه صغير في ظروف غامضة ومأساوية، ودي كانت صدمة جديدة اتضافت فوق كل اللي عاشه. ويبدو إن الحياة كانت واخدة تريفر تحدي شخصي من وهو طفل. ومع الوقت حياة تريفر بقت أسوأ بكتير. لما كبر شوية أبوه طرده من البيت بسبب كرهه الشديد ليه. من بعدها فضل يتنقل بشكل جنوني، عاش في 5 ولايات ودولتين مختلفين و14 بيت، دخل دار أحداث مرتين. يعني لو سألت تريفر أنت منين غالبا هو نفسه مش هيعرف يجاوب. وبسبب الحياة دي لا عرف يكمل تعليمه ولا يستقر في أي مكان، لكن أخيرا حط لنفسه هدف إنه يبقى طيار حربي. وفعلا كان عنده موهبة كبيرة في الطيران وينضم للخدمة العسكرية أخيرا. وهو فاكر إنه أخيرا برضه حياته هتتعدل، لكن كالعادة الدنيا كان ليها رأي تاني. قبل ما يكمل عمل آخر كشف نفسي في الجيش، والطبيبة النفسية صنفته بأنه غير متزن نفسيا فتم طرده من الخدمة. ودي كانت من أكبر الصدمات في حياته. بعدها بدأت تظهر عليه اضطرابات نفسية كتيرة، أشهرهم اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أو Antisocial Personality Disorder، واضطراب الانفجار المتكرر أو Intermittent Explosive Disorder، ومشكلة التعلق وعقدة الأم أو Attachment Issues، بالإضافة إلى هلاوس وضلالات مرتبطة بإدمان المواد المخدرة. ومن هنا بدأت شخصية تريفر اللي كلنا عرفناها، شخص مكسور من جوه لكنه بيعبر عن ده بأكتر الطرق جنونا. دلوقتي يا جماعة حان وقت أكتر جزئية أنا متحمس ليها من أول الفيديو، وهي تحليل الأمراض النفسية بتاعة تريفر. وأول اضطراب معانا هو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أو Antisocial Personality Disorder. ده يعتبر من أكتر الاضطرابات اللي الناس شايفة إنها بتنطبق على تريفر. الاضطراب ده بيخلي الشخص تقريبا ما بيحسش بالذنب أو الندم مهما عمل. يعني ممكن يأذي حد أو يرتكب جريمة أو يدمر حياة ناس، بعدها يكمل يوم عادي جدا كأن أقصى حاجة عملها إنه نسي يشحن موبايله. أنت متخيل؟ كمان من أهم أعراضه الميل الشديد للعنف. الشخص المصاب بالاضطراب ده غالبا بيكون عدواني وردود أفعاله عنيفة جدا، وأي مشكلة مهما كانت صغيرة ممكن يحولها لكارثة كبيرة. تريفر كان بيثبت الكلام ده كل 5 دقايق في اللعبة تقريبا. ومن أخطر الأعراض كمان الاندفاع من غير أي تفكير في العواقب. يعني الشخص بيتصرف الأول وبعدها يبدأ يفكر إن عملت إيه، أو في حالة تريفر غالبا ما بيفكرش أصلا. ده كله بيخلينا نفهم ليه تريفر كان دايما بيتخذ قرارات مجنونة، وليه أي حد حواليك كان بيبقى حاسس إنه ماشي جنب قنبلة موقوتة، لأنك ببساطة مستحيل تتوقع هيعمل إيه في اللحظة الجاية. اما تاني اضطراب معانا فهو اضطراب الانفجار المتكرر او Intermittent Explosive Disorder. ده بصراحة من اكتر الاضطرابات اللي هتحس انها معمولة مخصوص لتريفر. الاضطراب ده يخلي الشخص يدخل في نوبات غضب عنيفة جدا ومفاجئة، وغالبا بتكون من غير سبب يستحق كل الانفعال ده. يعني ممكن حاجة بسيطة جدا تخليه ينفجر ورد فعله يبقى اكبر بكتير من الموقف نفسه. والشخص اللي بيعاني من الاضطراب ده بيكون صعب جدا يتحكم في اعصابه وقت الغضب. في اللحظة دي بيبقى الغضب هو اللي سايق، اما العقل فغالبا واخد يوم اجازة. وبالبلدي كده تقدر تقول ان الاضطراب ده عبارة عن هياج عصبي ممكن يحصل في اي وقت. يعني لو قلت له صباح الخير ممكن يرد عليك عادي، ممكن يعتبرها اهانة شخصية ويقلب اليوم كله خناقة.
ده بالظبط اللي كنا بنشوفه مع تريفر طول احداث اللعبه. اي كلمه او موقف بسيط او حتى نظره كانت كفايه تخليه يتحول من واحد بيتكلم بهدوء الى قنبله موقوته انفجرت بالفعل. طبعا ده لا يعني ان اي شخص عصبي عنده الاضطراب ده، لكن تصرفات تريفر في اللعبه كانت بتشبه اعراضه بشكل كبير جدا. ده واحد من الاسباب اللي خلت ناس كتيره تعتبره من اكتر شخصيات الالعاب تعقيدا. اما الاضطراب الثالث واللي يعتبر من اكتر الاضطرابات المؤثرة في شخصية تريفر، فهو مشكلات التعلق وعقدة الام attachment issues. ده غالبا بيظهر عند الاشخاص اللي عاشوا طفولة مليانة اهمال او قسوة من الاب او الام، ومع الوقت الشخص بيكبر وهو حاسس ان ناقصه حاجة، ناقصه حب واهتمام وقبول من الناس. وده اللي حصل مع تريفر بسبب المعاملة القاسية من امه. بقى عنده احتياج مرضي للحب والقبول، يعني من جواه كان عايز يحس ان في حد مقدره فعلا، حتى لو من بره كان عامل نفسه اقوى واعنف واحد في العالم. لكن في نفس الوقت بقى عنده خوف شديد جدا من الرفض او الخيانة او اي احساس ان حد سابه او ضحك عليه او خانه. كان كفيل انه يخليه يفقد اعصابه تماما. وعشان كده لو تفتكروا احداث اللعبه هتلاقوا ان تريفر كان بيتحول لوحش حرفيا لما حد يجيب سيره امه بطريقه وحشه. اي شتيمه او اهانه ليها كانت بالنسبه له مش مجرد كلمه، دي كانت بتفكره بكل اللي عاشه وهو صغير، فكان رد فعله بيبقى اعنف بكتير من الموقف نفسه. ده كمان يفسر ليه اتجنن لما اكتشف ان مايكل خانه. والموضوع اللي بالنسبه لتريفر ما كانش مجرد خيانة بين صحاب، هو حس انه اتساب واترفض من اقرب شخص ليه، وده كان بيدوس على اعمق نقطة ضغط موجودة جواه. ففي النهاية تريفر كان بيبان للناس انه شخص ما عندوش مشاعر، كان الحقيقة ان المشكلة فكانت العكس تماما، وهو كان عنده مشاعر معقدة جدا بس عمره ما عرف يعبر عنها بطريقة طبيعية، فكان بيعبر عنها بالغضب والعنف والجنون. بعد ما اضطرت ان الكلية حربية تريفر فقد اخر امل كان متعلق بيه، فقال لنفسه طالما مش هبقى طيار يحمي البلد يبقى هبقى الشخص اللي البلد كلها تدور عليه. ومن هنا قرر يدخل عالم الجريمة بكل انواعه، سرقة، تهريب، نصب، اي حاجة فيها فلوس وخطر تلاقي تريفر دايس فيها. في الفترة دي كان في واحد تاني اسمه مايكل تاونلي، واللي كان بيشتغل في التهريب بين كندا وامريكا. ومش محتاجين نفتح موضوع كان بيهرب ايه، لان لو روك ستار قالت كل التفاصيل اللعبة كانت تاخد تصنيف بلس 30 مش بلس 18. وفي واحدة من عمليات التهريب دي اتقابل مايكل مع تريفر لأول مرة، ومن أول مقابلة الاتنين اكتشفوا انهم شبه بعض بشكل يخوف. الاتنين بيحبوا الفلوس، ما بيخافوش من اي مخاطرة، ولو في مشكلة يعتبروها بداية الخطة مش نهايتها. من هنا بدأت صداقة تعتبر من أقرب صداقات في تاريخ الألعاب. مايكل كان بيفكر الأول وبعدين يتحرك، أما تريفر فكان بيتحرك الأول وبعدها يشوف هو عمل إيه أصلا. المهم رغم الاختلاف شخصياتهم إلا أنهم كانوا مكملين بعض بشكل غريب، وده اللي خلاهم مع الوقت يشكلوا واحد من أخطر الثنائيات في عالم الجريمة. بس كده يا جماعة، دي كانت قصة وحياة تريفر فيليبس من أول طفولته لحد أحداث GTA 5، واللي خلانا نفهم إن الشخص ده ما كانش مجنون وخلاص، كان مر بحاجات كتير خلت شخصيته تبقى بالشكل اللي احنا شفناه في اللعبة. فلو عجبكم النوع ده من الفيديوهات وحابين نكمل السلسلة دي ونحكي قصة شخصية تانية من عالم GTA زي مايكل، فرانكلين، تي جي، نيكو بيليك وغيرهم، اكتبوا لي في الكومنتس شخصية تحبوا اتكلم عنها. ولو وصلت لحد هنا فانت اسطورة او عندك فضول اكتر من رجال الاف اي بي. ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم، وتشغلوا زر الجرس عشان ما يضيعش عليكم اي فيديو جديد. واشوفكم في الفيديو الجديد. سلام. Where was I? Teach me something. Right. Now, the first and most important rule is that everything you see is fake. Get out!